بص، خلينا اكون صريح معاكم. بعيدا عن لغة الارقام، لو جينا اتكلمنا انا وانت عن افضل لاعبين في تاريخ كرة القدم، هتلاقي دايما المدافعين اخر حاجة هنتكلم فيها انا وانت. وده شيء طبيعي جدا، لان على مر التاريخ 3 مدافعين بس هم اللي فازوا بالكرة الذهبية، على عكس قائمة كبيرة جدا وطويلة من المهاجمين ولاعبي خط الوسط. ومن زمان ومن اول لما عينك شافت الكرة، وانت دايما هتلاقيك بتسمع المحللين في كل الماتشات بتقولك ان الهجوم هيخليك دايما تكسب الماتشات، ولكن الدفاع هو اللي هيخليك تجيب البطولات. ودي جملة وعبارة صحيحة 100%، لانك دايما وعمرك على مر تاريخ الكورة ما هتلاقي فريق بطل الا وكان دفاعه قوي. لا، ده انا كمان عاوز اقولك على حاجة. في حين ان معظم الناس بتقيم اللاعبين بناء على الاحصائيات والارقام، احنا هنا في برنامج الخطة في ملعبك قررنا اللي احنا هنخرج فيما هو بعيد عن لغة الأرقام. فمن خلال وجهة النظر اللي بتتكلم بعيدا عن لغة الإحصائيات والأرقام، النهاردة هنتكلم عن أفضل 11 مدافع في التاريخ. وده لأن المدافع هو اللاعب الوحيد في الفريق اللي خارج عن نطاق الأرقام والإحصائيات، هو اللاعب الوحيد اللي دوره بيظهر من خلال قيادته للفرقة في الملعب. بناء على وجهة نظر إن الأرقام مش هي السلاح الوحيد لكرة القدم، فخلينا النهاردة نذكر قائمة أفضل 11 مدافع في التاريخ. ولكن قبل ما نخش في التفاصيل، لو لسه ما عملت السبسكرايب على يوتيوب فتروح تعمل دلوقتي علشان ما يفوتكش حلقات قوية جدا اسبوعيا. ويلا بينا نخش على التفاصيل. في البداية، طالما عملنا قائمة بنتكلم فيها عن افضل 11 مدافع في التاريخ، ما ينفعش نبدأ الحلقة النهاردة من غير لما نذكر المدافع رقم 1 في التاريخ، وهو فابيو كانافارو. انك تسمع صوت الملعب كله بيترجب اسمك، وانك تشوف دايما نظرة اعجاب للجماهير ليك، ده شيء عادي جدا ووارد لما يكون لعيب كويس في فرقة جماهيرية. ولكن انك دييجو مارادونا الاسطورة الكروية يشكر فيك، ده شيء مش طبيعي جدا. ده بالظبط اللي حصل مع فابيو كانافارو، احد افضل المدافعين في القرن الحالي، واللي حصل على جائزة الكرة الذهبية 2006. ده بعد ما قدم كانافارو اداء عالمي وخرافي في دورة المانيا لنفس السنة، وساهم في فوز فريقه باللقب الرابع ليه. ومن بعدها خد كانافارو لقب سور برلين المنيع، لانه فعلا قدر يمنع ويقف قدام اي مهاجم كان بيقرب من مرمى فريقه. مش بس كده، كمان نجاحات كانافارو كانت قوية جدا مع نادي بارما التاريخي، وكمان مع يوفنتوس قبل لما كانافارو يختم مسيرته الكروية الأوروبية مع نادي ريال مدريد، وحقق معاهم 2 دوري قبل ما ينهي مشواره. ولكن خلينا دلوقتي نروح للاعب رقم 2 في قائمة النهاردة، هو أليساندرو نيستا. انك تقطع الكورة من ميسي في بداياته دي حاجة كده ما كانتش سهلة، ولكن انك تعمل تاكلينج وبتدخل اسطوري تاخد الكورة من ليونيل ميسي وانت عندك 36 سنة، ده يعرفك قيمة نيستا المدافع الإيطالي الأمير. ولكن خلينا نبص شوية لمسيرة نيستا، اللي لعب في 2 من الأندية الكبار في إيطاليا، وهو نادي لاتسيو ونادي ميلان، وفي الاتنين قدر يحقق فيهم نتائج كويسة ويكون نجم الفرقة، خاصة وبالتحديد مع الروسونيري اللي حقق معاهم تقريبا كل الألقاب الممكنة. لا، ده كمان نيستا قدر ياخد جايزة أفضل مدافع في السنة في إيطاليا 4 مرات رغم وجود أسماء كبيرة جدا في جيله. كمان نيستا كان من أحد الأسماء اللي موجودة في تشكيل اللاتسوري 2006 اللي خدت كاس العالم، وكمان شارك معاهم في نهائي الامم الاوروبيه اللي خسروه للاسف قدام فرنسا. انما لو رحنا للمدافع رقم 3 فكان لازم نذكر الاسطوره الاسبانيه كارلوس بيول. قلب الاسد بيول، وهو احد اشهر المدافعين في العقد الاخير لقيادته لنادي برشلونه، واللي قدر يحقق معاهم القاب كتير جدا محليه واوروبيه في فتره نجاح غير مسبوقة لنادي برشلونة. وللأمانة النادي الكتالوني من بعد بيول ما شافش خير تاني في أي مدافع مر عليه، ولا حتى شاف مدافع بقوة بيول قلب الأسد. يكفي قتالية بيول على الكرة وغيرته على شعار النادي اللي فعلا خلت بيول عند جمهور برشلونة أسطورة كتالونية. ده أنا عاوز أقولك إن جمهور برشلونة كان بيخاف لما بيفتكر إن أسطورتهم بيول كان في بدايته
رايح لنادي ملجا عشان يمضي معاه. بس كده، نجاحات بيول كمان امتدت معاه حتى في منتخب بلاده اسبانيا اللي قدر معاهم يحقق نجاحات كبيره، وكان في جيل قوي جدا لاسبانيا في الفتره دي. مين منا مش فاكر رأسية بيول العالميه في نصف نهائي كأس العالم 2010 قدام المانيا، واللي قاد بيها لاروخا للنهائي، ومن بعديها الفوز بالبطوله الاغلى في تاريخ اسبانيا. وتتوالى الاسماء، ويجي في المركز الرابع في قائمتنا النهارده هو فرانسيس بيكنباور القيصر الالماني الشهير. بيكنباور كان رائد مركز الليبرو، تقريبا كده اضاف للمركز ده دفاعيا كتير، ويكاد يكون كده هو اللي اخترع مركز الليبرو. لعب بيكنباور اغلب مسيرته في بايرن ميونخ الالماني، ومن خلال بايرن ميونخ قدر يحقق ويسيطر على اوروبا من خلال فوزه ب3 القاب دوري الابطال متتاليين، بخلاف الادوار المحليه اللي قدر يسيطر فيها بايرن ميونخ على الدوري. ففي الحقيقه ولحد وقتنا هذا الالقاب المحليه والاوروبيه للنادي البافاري هي اللي خلته لحد دلوقتي عملاق الدوري الالماني. اما على المستوى الدولي فبيكنباور الكاسحه الالمانيه قدر يفوز مع منتخب المانيا بكاس العالم سنه 74. بس كده، بيكنباور كان قائد داخل الملعب وخارج الملعب، ومن خلال لعبه التنوعي قدر بيكنباور يثبت ويحفر في تاريخ المانيا مدافع قوي جدا. ده لان كان بيكنباور بيقدر ينوع من طريقه اسلوب لعبه، لان كنت دايما ممكن تلاقيه بيقطع الكرة من الخصم، وتقدر تلاقيه تاني بيبني هجمه مع فريقه وبيدي الاستحواذ لفريقه باكتر من لعبه. ولكن حقيقي صعب جدا انك تختار افضل 11 مدافع في التاريخ مره واحده، ولكن خلينا في حلقه النهارده نقول المدافع رقم 5 وهو فرانكو باريزي. ما كانش بس باريزي هو المدافع الموهوب، لا كان كمان المدافع الموهوب والمسؤول، واللي قعد في الميلان في أسوأ فترة في تاريخه. لا ده كان الدينامو اللي بيدي الحماس لزمايله وللجمهور في المدرجات اول لما يقطع الكرة بطريقته المعتادة اللي اصبحت علامة تجارية باسمه وبطريقة لعب. اسطورة ميلان التاريخية ومعشوق جماهيرهم حتى بعد اسطورتهم باولو مالديني، وده لانه افضل من لعب في مركز الليبرو باجماع جميع النقاد، بالرغم من انه مش هو اول لعيب يلعب في المركز ده. ولكن باريزي تفوق على كل من لعب في مركز الليبرو وكان احسن منهم بكتير. لا ده كمان باريزي مع الروسونيري فاز بكل الالقاب الممكنة في الدوري الايطالي. لا وكمان عالميا فاز مع منتخب ايطاليا بكاس العالم سنة 82، وباغلب شهادة النقاد والمحللين ان باريزي هو افضل مدافع في التاريخ. لكن خلينا نبعد عن الطليان شوية اللي هم بيتميزوا بملوك الخطوط الدفاعية، ولكن خلينا نروح لكوهلر المدافع الالماني ونجيبه في المركز السادس. بدأ كوهلر مسيرته الاحترافية وهو عنده 18 سنة بس، وبعد 3 سنين من لعبه كرة القدم ضموا الاسطوره الالمانيه بيكنباور الى صفوف منتخب المانيا، علشان يكون كوهلر من احد الاعمده الاساسيه لمنتخب المانيا اللي كسبت كاس العالم سنه 1990. يعتبر كوهلر هو احد افضل المدافعين في جيله، لانه كان قلب دفاع بيشتهر بانه متكامل جسديا. كوهلر كان افضل اللاعبين ارتداد دفاعي، وكوهلر كان دايما يتوقع لعب المهاجمين ويتحرك على الكرة صح. كمان كوهلر كان بيتميز بالكرات الهوائية الطويلة، ودي اللي خلته من بعديها يبدأ مسيرته الاحترافية في الأندية الكبرى الأوروبية. ومن أبرز الأندية اللي لعب فيها كوهلر في أوروبا وهي كانت اليوفنتوس وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، وقدر يحقق معاهم دوري ابطال اوروبا سنة 1996. وطبعا بعد ما وصلنا للاعب رقم 6 في قائمة النهاردة اللي بتحتوي على افضل 11 مدافع في التاريخ، هتيجي وتسألني وتقول لي هو ليه القائمة كلها لعيبة ايطالية او لعبت في الدوري الايطالي؟ فخليني اقول لك لان الكرة الايطالية كانت بتشتهر باقوى خط دفاعي في التاريخ. لكن صدقني ال6 اسماء اللي سمعتهم معايا في حلقه النهارده ما يجوش حاجه جنب اقوى 5 اسماء في تاريخ المدافعين اللي هنكملهم الحلقه اللي جايه، فاوعى تفوتك. فلو لسه ما عملتش لايك او سبسكرايب فلازم تروح تعمل دلوقتي علشان ما يفوتكش تكمله الجزء الثاني لحلقه النهارده وهي اقوى 11 مدافع في التاريخ. فلو انت حريف ومتابع جيد لكره القدم توقع معانا ال5 اسماء اللي باقيين في افضل 11 مدافع في التاريخ، وروح دلوقتي في الكومنتات اكتب الاسماء اللي نفسك تشوفها الحلقه اللي جايه.